هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. الفيديو النهارده هعمل لكم مقارنه سريعه او ترتيب سريع للاي كريمز اللي استخدمتهم الفتره الاخيره دي. انا بتكلم في حوالي سنتين ونص، يعني من قبل المقاطعه جربت الانواع دي كلها. وطبعا بصراحه جربت اكتر من كده، بس للاسف مش معايا العبوات بتاعتهم دلوقتي، فقررت ان انا اعمل لكم مقارنه سريعه بين الكريمز دول، ونشوف احلى واحد فيهم ايه واكتر واحد ما عجبنيش، وكمان نرتبهم من حيث السعر، الاغلى فالارخص. متنسوش السبسكرايب واللايك، ويلا بينا. قبل اي حاجة خلينا متفقين ان الدارك سيركلز او الهالات السوداء دي اسبابها كتير قوي، وانا اتكلمت في فيديوهات كتير قوي قبل كده عندي على القناة بتبقى جاية ليه او بتيجي ليه. طبعا في منها اسباب كتير. اول حاجة ممكن تكون اصلا حاجة وراثية انتي مولودة بيها، وممكن تكون نقص فيتامينز او انيميا عندك. طبعا ممكن تكون نوم متلخبط او قلة نوم، وكمان من الاجهزة والموبايلات اللي احنا بنمسكها طول الوقت، وكمان ممكن تكون ضعف في النظر. فاسبابها كتير جدا، فطبعا نشوف اسبابها ايه الاول ونحلها، وبعد كده نستنى تأثير الكريم على الهالات. طبعا احنا عارفين ان الكريمات دي ما بتعملش اي حاجة للهالات قوي على قد ما هي بترطب بس. اول كريم هتكلم عنه النهاردة هو كريم ACM. الماركة دي فرنسي. حجم الكريم ده 15 ملي، والكريم ده مدي على جل شوية. تاني كريم لوريال هايلورون اكسبرت، ده برضو نفس الحجم 15 ملي، وده برضو مدي على جل شوية. تالت كريم سيرافي برضو فرنسي، وحجمه 14 ملي، وده كان كريم. رابع كريم ده فيتشي، طبعا ده برضو فرنسي. كل المنتجات النهارده مقاطعة ما عدا واحد بس هو المصري. ده برضو نفس الحجم 15 ملي، والكريم ده كان سميك قوي، فأقل كمية منه كانت بتكفي تحت منطقة العين، والكريم نفسه بيقعد فترة طويلة جدا معايا، مش بيخلص بسرعة. كريم الخامس هو جلامي لاب، ده ماركة مصرية، والباكجينج بتاعه مختلفة شوية. ده عبارة عن بامب كده، مش تيوبس زي الباقي. شكله حلو وكل حاجة، بس أنا بفضل بصراحة تيوبس عشان اخد أقل أو آخر نقطة في الكريم معايا. الكريم ده نفس الحجم برضو 30 جرام تقريبا، والكريم ده برضو مدي على جل شوية. اخر كريم معايا هو كريم افن، ده برضو فرنسي، حجمه 15 ملي، نفس فكرة جلامي لاب اللي هو البومب كده. حلو فيه ان فتحته رفيعة، فكان بيتحكم في طلوع الكريم، بيطلع لي حتة صغيرة جدا، فالكريم كان بيقعد معايا فترة كبيرة قوي. دلوقتي هرتب معاكم الكريمز من حيث اغلى واحد فالارخص. اغلى كريم معايا النهاردة هو فيتشي، ده سعره تقريبا واصل ل900 وشوية كمان. تاني كريم اغلى او تاني اغلى كريم هو افن، تقريبا سعره 600 جنيه. تالت سعر للكريم بيتساوى تقريبا ACM مع سيرافي، تقريبا سعره او سعرهم بيوصل ل400 وشوية، ممكن 490. وخلوا بالكوا الاسعار بتختلف من سايتس لتانية او بيج لتانية، على حسب ساعات بيعملوا ديسكاونت او سيل على الحاجة، فبتلاقي الحاجة ارخص شوية في اماكن واغلى في اماكن تانية. السعر اللي بعد كده وهو بتاع جلامي لاب، ده تقريبا على البيج بتاعتهم واصل ل400 جنيه، وساعات بيعملوا عليه سيل بيوصل ل350. ارخص كريم معايا النهارده وهو بتاع لوريال هايلورون اكسبرت، ده تقريبا سعره 200 وشوية، وساعات بيوصل ل100 وشوية على حسب برضو لو في سيل او كده. دلوقتي هرتبهم معاكم من حيث اكتر كريم عجبني، فاخر واحد خالص. اكتر كريم عجبني هو بتاع ACM. طبعا ده عجبني فيه ترتيبه، واستخدمته كتير قوي. يعني انا
قلت انطباعي عنه بعد شهور كتير او بعد سنين. الكريم ده تأثيره حلو على منطقة تحت العين، كان من حيث الترطيب ومن حيث كمان الهالات، بس عايز استمرارية. الكريمين دول تقريبا عجبوني نفس الحاجة، بس مع الاختلاف طبعا ان لوريال هايلورون ارخص بكتير، او ارخص حوالي 100 جنيه تقريبا من سيرافي. بس الاتنين طبعا مقاطعة والاتنين فرنسيين، بس انا حسيت ان هما ترتيبهم يعتبر هما الاتنين شبه بعض، ترتيبهم كويس، بس على الهالات طبعا مش قد كده. عشان كده انا حطيت كريم ACM في الاول، لان هو يعتبر اقوى كريم فيهم للهالات. بس خلينا متفقين ان اي حاجة بنستخدمها وعايزين منها تأثير لازم نستخدمها لفترات طويلة عشان نلاقي فعلا تأثير. رابع كريم معايا هو فيتشي، انا حطاه في النص لانه بصراحة يعتبر كويس، بس هو سعره مبالغ فيه وكمان مقاطعة، فاستحالة اجيبه تاني. بس هو كريم تقيل بيرطب كويس قوي، حلو للخطوط اللي حوالين العين، وكمان الحلو فيه ان هو فيه كافيين، فانا حاطاه بصراحة في النص. رقم 5 وهو بتاع جلامي لاب، ده سعره كويس، والحلو فيه ان هو مصري ومتوفر جدا، هتلاقيه كتير، حلو ترتيبه حلو، بس للهالات صراحة ما عمليش اي حاجة للهالات خالص. اخر كريم، وده انا حاسه ان هو سعر واسم على الفاضي بصراحه. انا الكريم ده ما حسيتش منه اي تأثير، بل بالعكس حسيت ان هو تقيل زياده عن اللزوم، ترتيبه كويس بس ما عمليش اي حاجه للهالات، فهو سعر غالي على الفاضي. بس كده يا بنات، الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، يلا باي. كده يا بنات، الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ما تنسوش السبسكرايب واللايك، باي باي.